ايه دي يا طمطومه؟ دي وصفتي ليكم النهارده يا حبايبي. كفته الفراخ بصوص البصل المكرمل بالجبن، حاجه روعه. وبصدر فرخه بس هتعملي صينيه تكفي العيله كلها، تحفه، مع شويه رز بشعريه رهيبه. يلا بينا على الفيديو. يلا بينا على الفيديو عشان تعرفوا اتعملت ازاي. حبايبي طمطومه، رجعت لكم تاني علشان خاطر نقول المقادير بتاعتنا لوصفتنا النهارده. ده دي بصلايه كبيره انا مقطعاها سلايس كده. بصلايه كبيره حلوه او بصلتين متوسطين، وحوالي 3 4 فصوص توم مفروم طبعا، ومعلقتين كده زبده، ومعاهم هناخد زيت، معلقه زيت. وعندنا هنا معلقه زعتر. طبعا انا المفروض اخضر بس انا او فريش، انا ما عنديش، فناشف ماشي يعني مش مشكله، بس الافضل لو عندك الفريش. ونص معلقه فلفل اسمر، ومعلقه صغيره كده ملح، وربع كوبايه ميه. وكمان هنعوز كوبايه ونص المفروض شوربه، بس انا طبعا خدت كوبايه ونص ميه مدوبه فيهم، مكعب شوربه من اللي انا عاملاه في البيت. وهنبتدي النهارده ان شاء الله نعمل بقى، نروح على البوتاجاز كده عشان نعمل الوصفه بتاعتنا النهارده. يا رب ان شاء الله تعجبكم وتنول رضاكم. يلا بينا على البوتاجاز، يلا بينا على البوتاجاز. في طاسه كده يا حبايبي على البوتاجاز او صينيه صغيره زي ما انتم بتستخدموا، هنحط كعبين او معلقتين الزبده، وهنحط معاهم كمان معلقه الزيت طبعا عشان بس ما الزبده ما تتحرقش. وبعدين هننزل بالبصل ده عشان نكرمل البصل بتاعنا. ننزل بالبصل، بعد كده حبايبي هننزل بالزعتر والفلفل الاسمر والملح بالشكل ده، وهنقلب البصل بقى بتاعنا. هنقلبه لغايه ما يبقى لونه اللون الذهبي الجميل دون، لون كراميل. هنحط كمان يا حبايبي حوالي نص معلقه كده سكر صغيره، بس علشان تديلنا البصل لون مكرمل جميل. بعد ما البصل ابتدى كده ياخد اللون الذهبي الحلو ده، هنحط له كده معلقه دبس رمان، هنقلبه. هبتدي بقى ازوده حوالي ربع كوبايه ميه، وهسيبه بس يغلي كده غلوتين، وبعدين نرجع تاني نكمل وصفتنا النهارده. بعد طبعا يا حبايبي ما البصل كده غلي غلوتين، بصوا لونه جميل ازاي، هنخش منه كده مقدار معلقتين، هقول لكم هنعمل بيهم ايه. وهنضيف بقى على ده الثوم، هنشوح الثوم كده مع البصل المكرمل. الوصفه دي يا جماعه موفره جدا واقتصاديه، بحيث ان صدر الفرخه، احنا هنستخدم صدر الفرخه بدل ما تيجي تفرق يعني يتفرق على افراد الاسره بيبقى فردين، لا احنا هنعمل منه وجبه تحفه تحفه تحفه، وحاجه جديده وحاجه لذيذه، وهتاكل لنا الاسره كلها، اسره من 5 افراد او 6 افراد. كده ريحه الثوم طلعت. هنحط الشوربه، طبعا انا حاطه ميه مع مرقه، لو انت عندك شوربه يبقى افضل، بس طبعا تعرفي ان احنا حاطين ملح فتاخدي بالك ما يزيدش الملح منك. هنسيبها تغلي حوالي ربع ساعه على نار هاديه، ونروح بقى نحضر الفراخ بتاعتنا، الكفته بتاعتنا بتاعت الفراخ. يلا بينا. بس قبل ما نروح، بعد اذنكم انزلوا يلا اعملوا لي لايك وشير، واللي ما اشتركش يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلوا كل وصفاتي. بحاول على قد ما اقدر اجيب وصفات موفره علشان الغلا اللي موجود اليومين دول. يلا بقى انزلي اعملي لي لايك واطلعي تاني، ويلا بينا بقى عشان نحضر الكفته. هنيجي بقى يا حبايبي دلوقتي للكفته. هنعوز لها صدر فرخه زي ما انا قلت لكم ومفروم، زي ما انا قلت لكم هيكفي 5 6 افراد الوجبه دي. وهنعوز بيضه، وهنعوز معلقتين بقدونس، بس يا ريت يعني يبقى الورق معظمه الورق يعني. وهنعوز معلقتين بقسماط مطحون، ومعلقتين جبنه، ممكن شيدر، ممكن ميكس جبن عادي يعني اللي عندك.
ودول معلقتين البصل المكرمل اللي احنا حشناهم. وهنعوز كمان معلقه مستردة. تمام 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 يا طمطم. هنجيب بوله كده نحط الفراخ مفرومه بتاعتنا اهي، وهنحط الجبنه وهنحط بقدونس، وهنكسر البيضه، وهنحط كمان البقسماط والبصل المكرمل، وطبعا معلقه المستردة، وهنحط طبعا ربع معلقه كده ملح، سوري فلفل اسمر، ونص معلقه ملح عشان احنا حاطين عشان المستردة حادقه والجبن. وهنحاول بقى ان احنا نعجن الكفته بتاعتنا. طبعا لو لقيتيها لسه طريه ممكن تزودي لها بقسماط عادي كده. انا هحاول ان انا ازود لها معلقه بقسماط كمان. اهو يا جماعه انتوا بتزودوا بقسماط لغايه اما تلاقوا العجينه معاكم خلاص ما بتلزقش. لو كورتيها كده تبقى كوره جميله كده. طبعا هنجيب صينيه كده ندهنها زيت بسيط خالص. انت في حاجتين بقى، يا اما ان انت تدخليها في الفرن، يا اما ان انت براحتك خالص تحمريها في الزيت يعني، بس هي الافضل الفرن عشان نقلل استخدام الزيت. هنكورها بقى كور كده صغيره اهو بالشكل ده. اهو هكورها كور بالشكل ده. هكمل الكميه وارجع لكم تاني. يا حبايبي بعد ما الكميه كلها خلصت، بصوا الكميه ما شاء الله حلوه. زي ما قلت لكم فيكم ان انتوا يا اما تحمروها في الزيت، يا اما ان انتوا تحطوها في الفرن لمده على درجه حراره 200 لمده تقريبا تلت ساعه هتكون استوت، او نحمرها في الزيت. هروح انا هحمر نصها في الزيت وهعمل نصها في الفرن علشان تشوفوا دي ودي. يلا بينا يلا بينا. ورجعت لكم تاني حبايبي حبايب طمطومه بعد ما حمرت الكفته دي اللي انا حمرتها في الزيت، ودي اللي اتحمرت في الفرن. مفيش فرق جامد، بس لو هتحمريها في الفرن تدهني الصينيه زيت كويس جدا عشان ما تلزقش منك، او تحطيها في صينيه غير قابله للصق. تمام. هنجيب بقى عندنا هنا البصل اللي هو اللي احنا كرملناه اهو بالشكل ده اهو، وهنبتدي نرص بقى عليه الكفته. بعد طبعا حبايبي ما رصينا الكفته بالشكل ده عليه اهي، هنبتدي بقى ان احنا نحط عليها جبنه، سواء شيدر سواء موتزاريلا اي ميكس جبن زي اللي انا بحطه ده كده. الكفته دي جنب شويه رز بشعريه هتبقى في منتهى الجمال والطعامه، وهتاكل لك العيله كلها بصدر فرخه بس. بالشكل ده اهي. هندخلها بقى تحت الشوايه لمده 10 دقايق لغايه اما الجبنه بس تسيح، لان هي كلها طبعا مستويه. هدخلها تحت الشوايه وارجع لكم تاني. طبعا حبايبي بصوا جميله وريحه خطيره، تحفه تحفه تحفه. هنسمي الله كده وناخد بقى. بصوا طبعا الجبنه رهيبه، صوص رائع، ما اقولكوش على الريحه يعني اللي انا شماها. طبعا جنب شويه رز بقى بشعريه روعه، هتلاقوها روعه. بصوا الكفته روعه، طعمها حلو قوي بجد حلو.
يا ريت تجربوها على طريقتي، تحفه والله يا جماعه، حاجه جديده خالص، طعم روعه، مع جنب شويه رز بشعريه هتبقى رهيبه وهتعجب اولادكم جدا. وان شاء الله اشوفكم في وصفه جديده من وصفات طمطومه. مع السلامه. بس ما تنسوش انزلوا يلا اعملوا لايك، واللي ما اشتركش يشترك عشان يشوف ايه وصفات التوفيق. مع السلامه.